اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الاي كي اف بريد توكس او حديث السلالات. في الحلقات دي هنقرب ونتعرف في كل حلقة على سلالة جديدة بشكل سهل وبسيط، هيساعد اللي عنده كلب انه يفهم خصائص سلالة كلبه، او اللي لسه عايز يقتني كلب انه يختار السلالة اللي تناسبه وتناسب اسلوب ونمط حياته. ودلوقتي معادنا مع المجموعة العاشرة والاخيرة واللي بتضم سلالات السايت هاوندز. على الرغم من أن معظم سلالات السايت هاوندز بيتم تربيتها في المقام الأول كحيوانات أليفة ومرافقة، إلا أنهم كان بيتم إنتاجهم من آلاف السنين بغرض اكتشاف الحركة ومطاردة واصطياد الفريسة عن طريق استخدامها لسرعتها. أقدم توصيف للسايت هاوندز في التاريخ الأوروبي المسجل ظهر في القرن الثاني الميلادي. معظم أصول السايت هاوندز البدائية من شمال أفريقيا كانت سلالات زي الأفغان هاوند والسالوكي والأزوخ، اللي كانوا بينتجوا في الأساس علشان اصطياد الأرانب والغزلان من خلال تحديد وتعقب ومطاردة الفريسة بالنظر. بعض سلالات السايت هاوند زي البورزوي والسكوتش دير هاوند والآيرش وولف هاوند كانوا بيستخدموا لصيد الذئاب والغزلان. معظم سلالات المجموعة دي عندها معاطف ناعمة وحريرية بألوان مختلفة، وبتتراوح أحجامهم من السلالات الأصغر حجما زي الإيطاليان جراي هاوند لحد الأكبر حجما الآيرش وولف هاوند. تتخصص سلالات المجموعة دي في ملاحقة الفرائس وإبقائها في مجال رؤيتها والتغلب عليها بسرعتها العالية وخفة حركتها ورشاقتها. سلالات السايت هاوندز لازم يكونوا قادرين على اكتشاف الحركة بسرعة، وعلشان كده بيكون عندهم حاسة النظر وقوة الرؤية عالية جدا. بتتميز سلالات السايت هاوندز بظهر مرن جدا ورجلين طويلة لخطوات واسعة وصدر عميق لسعة قوية كبيرة. بعضهم بيكون عنده شخصية قوية، وبعضهم بيكون يقظ ومتحفز أو حتى بيكون معادي للغرب، بس الشيء الثابت هي قوة غريزة مطاردة الحيوانات الهاربة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا اللي بنتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وتعملوا شير لاصحابكم مهتمين بموضوعها او اللي بيربوا او حتى اللي بيحبوا الكلاب. تقدروا تشوفوا الحلقات القديمة وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات علشان توصلكم اشعارات الحلقات الجديدة. نشوفكم في حلقة جديدة.